السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما كتشوفوا طحت واحد الشتيوة هنايا في البلاد، يعني شتيوة تبارك الله. انتم كتشوفوا الارض شوية فازقة، الشجار تبارك الله حتى هما فازقين، وعندنا شي لويزات هنايا. بقى طاح ليا في يعني حيدنا شي حاجة د اللوز من هاد الشجيرات، وبقات شي حاجة طايحة في الارض. وان شاء الله دابا غادي نمشي نلقط معاكم شي حاجة اللي بقى في الشجار واللي طايحة في الارض، نجمعها ان شاء الله باش ندقوها. لان الصيف ما دوزتوش انا هنايا، كنت يعني بعيد على البلاد شويه، ما كنتش جالسه. واخا كنجي للدار ما كان يعني يلا كنقضي الشغل وصافي، ما يبقى ليش الوقت باش نخرج على برا نقضي الشغل ديال برا، يعني ديال خارج الدار. ان شاء الله حنا ندوزو ان شاء الله ونشوفوا هاد اللويزات اللي طايحين في الارض. انا كنقلب عليهم، حنا غاديين. الجو تبارك الله ما شاء الله كيف ما كتشوفوا انتما، كتشوفوا كيفاش دايره كيفاش دايره البلاد. ما هادش الاول الشتاء كطيح الحمد لله باش الزيتون يعطي الثمر ديالو. كاين شي وحيدات راهما بعيده عليا، هما هادو. انا غادي نجرها، نحاول نجرها باش ناخذ اللويزات اللي بقاو فيها شي وحدات. هادو ما كياكلوهمش الطيور لان هي مغطيه اللوزه قاصحه. كون كان كياكلها الطير غادي نخليها لي. ها هي هادي، هي حيدتها. وكاينه شي وحده باقا هنا، هي وحده. هما هادو، وكيف ما قلت لكم راه باقي في الارض. ها هي فين طايح في الارض، هو طايح في الارض. دابا غادي نهبط لتحت هنايا باش نلقط هاد الشيء هذا اللي هنايا. كاين شي حبات تما في الارض، والجو كيف ما كتشوفوا يعني ضبابي. واخا طلعت واحد الشميشه، المهم الجو شويه فيه الضباب. وها انا جمعت شي حاجه كيف ما كتشوفوا، جمعت شي حاجه في هذا البانيو، جمعت شي حاجه وغادي نهبط دابا نكمل. هانتوما الشمس كتخرج وكتمشي، يعني الشميشه كيقولوا بريقه وما نعرف وشميشه. المهم انا ان شاء الله غنهبط لهنا لان غادي نقطع حتى نهبط ونلقط دوك اللويزات. غنتواصل معكم ان شاء الله. انا دابا هبطت ليهم قرابين ليا، هي هادو اللويزات. ها الاخرى المهم غنستمر كنلقط هاد اللويزات ونتلاقاو ان شاء الله. جمعت من الارض هو هذا كيف ما كتشوفوا اللوز. هذا هو اللي جمعت من الارض، وهذا هو اللي حيدنا من الشجره قبل. هذا حيدنا من الشجره يعني باقي بهذا ديالو. وهذا اللي كان طايح في الارض يعني راه ما نعرف شي شهرين هو طايح في الارض مسكين تما. وهذا كنا حيدنا وخليته. دابا هذا الشيء اللي جمعنا من دوك الشجيرات ديال اللوز، هذا تقريبا راه يلا هذا العام الثاني ديالهم كيحلموا هذا الشيء. وكنا كنا هرسنا منه شي حاجه كلينا منها. و هذا الشيء اللي كاين.
هادو دابا غادي ندقو ان شاء الله. غتشوفوا معايا كيفاش غندقو. الطريقه ديالو راه معروفه، كيتهرس بالحجره وصافي كيتحيد له هذا عنده جوج، عنده هذا هو الاول، هاد القشره هذه ها هي كاينه، هاد القشره هي الاولى، وكاينه هاد الثانيه هذه اللي كيكون بحال هكا، راه كاين اللي كيكون محيد ليه ديالو ما نعرف. ها هي ها هي صافي كتبقى هذه كنضربوها وهي فيها تكون فيها اللوزه. هذه هي كتكون فيها اللوزه. كاينين كبار، كاينين هادو كبار. كما كتشوفوا حنا بدينا كندقوا، كنحيدوا ليه كما قلت. هذه ها هي هاد القشره هذه كتبقى، هذه كنضربوها بحال هكا. ايوا خاصها هي تبارك الله اللوزه صافي. ونقدر ندقوها بهذه ديالها بحال هكا. هانتوما كتشوفوها. المهم انا غادي نبقى نكمل هذا الشيء كله، هذا ونكمل هذا ونتلاقاو ان شاء الله. وهنا انا قريبه نسالي اللوز كله. بقاو معنا باش تشوفوا الكميه اللي جمعت من هاد، يعني هاد اللوز اللي حيت شحال يعني شحال اللب ديال اللوز اللي جمعت. على الاشاره اخواتي باللي هاد العظام ديال اللوز، العظم اولا كاين اللي كيقول ليه الراس، كل واحد واش كيسميه. هذا كنشعلوا به يعني الفرنه او الفران ديال الطين، كنشعلوا به يعني نطيبوا به. وكيدير الجمر ديالو نقدروا ناخذوه كنطيبوا به الطاجين، نعمروا به بريليت ديال اتاي. يعني كيستغل، يعني ما كنرميوش. هادشي هذه للاشاره. اخواتي، بالنسبه للوز كيعطي على 5 سنين تقريبا. حنا هاد اللوزات يعني اللي غرسنا حدا الدار، يعني شحال حنا كنتسناوهم، بداو كيحلموا، داروا عي وحيده شويه جوج شويه بداو كيجيبوا. والحمد لله والشكر لله. وكنتمنى اخواتي ما تنسوناش بالبارطاج والدعم للقناه، وكذلك ان شاء الله التشجيعات ديالكم، ما كرهناش تشجعونا بشي تعليق محفز. اش كتقولوا نتوما لهذا العظم ديال اللوز اللي كيبقى؟ شنو كذلك حتى الزيتون راه كيخلي العظم ديالو حتى هو كيشعلوا به العافيه، يعني باش كيطيبوا في الفرن التقليدي يعني ديال الطين. هاد اللوز كيف ما كتشوفوا بلدي وغليظ تبارك الله كبير. راكم كتشوفوا ملي كنت كندير لكم في الكف ديالي، راكم كنتو كتشوفوا قداش تبارك الله كيكون يعني غليظ وبلدي ولذيذ. ما كاينش فيه شي حاجه كاع اللي حاره، داك اللوز الحار هكا ما فيش. وباقي لنا شي لوزات باقيين صغار اللي مازال ما كيعطيوش، يلاه بداو حتى هما ان شاء الله باقيين غاديين. نتمنى الفيديو يعجبكم، وكذلك يعني استمتعتوا به، ويعني رجعناكم يعني التقاليد القديمه ديال يعني كيفاش كنهرسوا اللوز. وهذه الطريقه هذه كتعجبني، وكتبغي الصبر يعني، وكتبغي كنضربوا يدينا كنقيسوا صباعنا، والحمد لله والشكر لله على نعمه الله التي لا تعد ولا تحصى. يعني نعم الله كثيره
يعني ماشي غير في اللوز، كاين تبارك الله اللي كيغرس راه كيلقى، يعني لا من الزيتون لا من اللوز لا من البرقوق، كذلك واخا غير القزبر اللي درتي غير في شي بانيو هكا صغير وحطيتيه حداك راه كيعطي النتيجه. ها نتوما كتشوفوا المحصول اللي خدينا من داك اللوز كله، هذا الشيء هذا، وكيف ما قلت لكم بلدي. والسلام عليكم ورحمه الله.